اول ما تقول له كده ما تقفش قدامه، خد ديلك في سنانك واجري على طول. عشان ومين فينا مش نفسه ينام كده ويصحى تاني يوم الصبح يلاقي المشاكل اللي عنده راحت والمتاعب وما بقاش فيه اي حاجه خالص والدنيا تمام التمام؟ مين فينا ما يتمناش كده؟ بس هي الفكره في حاجه، الفكره مش انك ازاي ما يبقاش عندك مشاكل في حياتك وتبقى عايش حلو، الفكره انك ازاي تتأقلم مع المشاكل بتاعتك وتحمد ربنا عليها وتكون راضي فكأنها مش موجودة أصلا. فاللي هو يا باشا اعمل اللي انت عايزه، أنا ولا حاسس، أنا ولا فارق معايا، أنا معايا ربنا وخلاص. مادام ربنا بينجيك ومادام الدنيا ماشية معاك تمام الحمد لله، ما حصلكش مشكلة كبيرة أو مصيبة لا قدر الله أو الحاجات الوحشة اللي هي فواجع الأقدار دي، فاحمد ربنا. حتى لو يومك ماشي عادي خالص قول يا رب الحمد لله إنه مش عادي. والله غيرك بيتمنى العادي العادي. فما تقولش امتى ما يبقاش عندي مشاكل، عشان كل الناس عندهم مشاكل، حتى الغني عنده مشاكل والفقير عنده مشاكل. كل الناس ما تفتكرش ان الفلوس هي سبب، لا والله العظيم اوقات الفلوس دي بتكون مصدر تعاسة. ممكن تكون الناس تحبك عشان فلوسك فتبقى انت قاعد حزين كده. عارف انت الافلام القديمة بتاعت زمان دي، انا نفسي حد يحبني عشان نفسي مش عشان فلوسي. عارفين انتوا الافلام القديمة دي؟ فهي بتبقى كده والله العظيم. السعادة والغنى في الرضا، في الرضا بالمقسوم وفي التأقلم. تأقلم وامشي زي ما انت واحمد ربنا هيزيدك. بس كده. عايزه اقول لك ما تخليش حد ماسكك من ايدك اللي بتوجعك، وما تبينش لحد نقطه ضعفك. تخيل اسوأ سيناريو ممكن يحصل وتوقعه، بحيث ان هو لو حصل انت خلاص ايه توقعه. عايزك كل ما تحصل معاك مشكله تقول الحمد لله انا احسن من غيري كتير. احمد ربنا انك قدرت تستوعبها وقدرت تتأقلم معاها. غيرك ممكن ما يقدرش يتأقلم معاه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل انسان على قدر طاقته وقدر تحمله. وما تنساش الآية اللي بتقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصابرون اصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفيك اجرك باذن الله في الجنة ان شاء الله. وعايزه اقول لك ما تزعلش وما تتضايقش، كلنا كده والله العظيم، كلنا عندنا مشاكل ومتاعب، بس الشاطر اللي يقدر يتحمل ويتأقلم مع وضعه. بص انا عايزاك تمشي تضحك كده في الشارع، امشي اضحك ولا يهمك اي حاجه. وكل ما حد يجي يسالك يقولك انت بتضحك على ايه العبيط ده، قول له عادي انا بضحك على خيبتي. بس خلاص. عايزه انصحك نصيحه اخيره، اي حد يضايقك او اي حد ينكد عليك او يزعلك قول له كلمه واحده بس، انا تبع عبير درويش. اول ما تقول له كده ما تقفش قدامه، خد ديلك في سنانك واجري على طول عشان هيجري وراك بالعصايه ويلسوعك. انا ماليش دعوه كاني ما قلتلكش حاجه. انت تبع البت المجنونه دي اللي بتطلع على اليوتيوب وتقعد تقول للناس كلام عبيط؟ تعالى لي بقى، تعالى لي. ده انت ليلتك بيضه. مش هطول المره دي.